السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصدقائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي أحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وبعود الأيام عليكم بالخير وعلى أسركم الكريمة. ودايما يا رب ربنا يرزقكم الفرح والسعادة والسرور ويحسن ما بين ايديكم. ان شاء الله هقدم لكم النهاردة طريقة عمل البيتي فور الفاخر الدايب اللوكس بتاع المحلات الشهيرة في البيت بكل سهولة. بس البيتي فور ده والعجينة دي والمقادير دي بتاعة المكنة بتاعة البيتي فور، مش بتاعة القرطاس. لأن أنا يعني بحب إن أنا أعمل البيتي فور بالمكنة، بنحب المعايير دي، بنحب البيتي فور بالطعم ده، بنحبه كده، فأنا عاملاه على طريقة المكنة مش على طريقة القرطاس الحلواني. تمام. ان شاء الله اقول لكم على كل حاجه، اقول لكم المعايير، كل حاجه تطلع معاكم مظبوطه من اول مره، بس بعد ما قدمت القناة لمدة 30 ثانية. مبدئيا هنقول بسم الله وما توفيقي إلا بالله، علشان ربنا يحسن ما بين ايدينا وتطلع حاجة كويسة وفيها بركة ربنا. هنغسل الصاجات بتاعتنا كويس أو الصواني ونجففها كويس عشان ما تصديش. دي أول خطوة لازم نجهزها قبل ما نشتغل في أي حاجة، عشان تكون جاهزة على الشغل على طول، عشان ده ما بيخمرش. ثانيا هنحضر المعايير. عندي 1 كيلو من الدقيق، أنا هعمل الكمية دي والمعايير دي على 1 كيلو دقيق. تمام. فانتوا لو هتزودوا في الدقيق هتزودوا بما يعادل كمية الكيلو. عندي هنا دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، استخراج 72%. لو مش مكتوبة على الأمام تبقى مكتوبة من الخلف، مش شرط اسم الكيس ومش شرط لونه، بس المهم يكون مكتوب عليه فاخر متعدد الاستخدامات 72%. ما تجيبوش الدقيق اللي هو فيه ورق كرتون، وما تجيبوش الدقيق بتاع الضحى عشان هيطلع ناشف. عندي قالب زبدة فرن، وزبدة فرن مش زبدة تانية، ماشي، لان في قالب زبدة تاني كده بس مش هيطلع الطعم كويس. وعندي 2 كيس فانيليا كوكس، وعندي 4 بيضة، وعندي كوبايتين الا ربع ما ضربتهم حولتهم لسكر بودرة. وعندي هنا المكنة بتاعتي اللي انا هشتغل بيها اكون غسلاها كويس، واكون مجففاها وسايباها معايا على الشغل على طول. ودي الاشكال اللي انا اخترت ان انا انقي اشتغل منها. تمام. دي المعايير بتاعة الكيلو بتاعي. ماشي. لو انت عندك سكر بودرة يعني عايري منه كوبايتين الا ربع، ولو سكر عادي كوبايتين الا ربع وطحنيهم بودرة. هنا قالب الزبدة بتاعي جبته ورحت قسمته على يعني 4 تربع كده. قسمت النص وبعد كده النص عملت ربعين وربعين. انا هاخد يعني كيلو الا ربع، يعني هاخد 3 تربع. هروح شايلة ربع خالص. تمام. هروح قسماه كده وهروح شايلاه خالص. وبعد كده هاخد ال3 تربع ان انا اشتغل منهم في البيتي فور. تمام. طبعا الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش طالعة من التلاجة، ما تكونش جامدة، لا لازم تبقى طالعة بره وفكة كده وحنينه. بس هنا الزبدة ماسكة نفسها شوية علشان احنا في الجو برد يعني، وانا مهما احاول ان انا افككها او طريقة، كان الجو برد فهي كانت ماسكة نفسها. تمام. فانا هاخد ال3 ارباع اقطعهم قطع صغيرة واحطهم هنا في البولة، واضربهم بالمضرب كده لحد ما افككهم شوية، عشان درجة الحرارة اصلا في المطبخ باردة ساقعة يعني. هنا الكيلو الا ربع من الزبدة قطعته مكعبات صغننة كده بالسكينة علشان اقدر انزل فيه بالمضرب عشان يشتغل معي. وده البيض، عملت 3 بيضات، الصفار لوحدهم والبياض لوحده. هاخد اللي هو بياض ال3 بيضات اشيلهم على جنب، بقليهم مع بيض او اي حاجة، مش هستخدمهم خالص. وهاخد ال3 صفار واحط عليهم البيضة الرابعة كاملة. تمام. عشان يطلع معايا مظبوط، محدش يقول انا هحط ال4 بيضات زي ما هما، لا هيحصل خلل في العجينة ومش هتطلع مظبوطة. هنا عندي اهو حطيت ال4 بيضات، 3 صفار مع واحدة كاملة، وشلت ال3 بيضات ابقى اقليهم مع بيض او استخدمهم في اي حاجة. ماشي. وهروح دلوقتي ابتدي ان انا انزل المضرب كده في الزبدة علشان خاطر ابتدي ان انا افكها والينها. طبعا عشان الجو برد قوي النهاردة، فعشان تلين معايا كان صعب قوي عليا، وكان صعب برضو على المضرب. بس انا حاولت يعني على قدر الامكان او قدر المستطاع ان انا احاول يعني ان انا افككها على قد ما انا قدرت. تمام.
حتى أنا باوريكم أهو في الفيديو، هتحسوا إن هي صعبة شوية المضرب، إني خد وقت على ما نزل فيها، بس واحدة واحدة يعني انتي بتشتغلي هتلاقي ده معاكي، فما فيش مشكلة عشان ما تحسيش إن الدنيا عرقلت وإن الدنيا وقفت، لأ، يعني واحدة واحدة كده تسمي وتقولي يا رب، فربنا هيلين يعني كل حاجة وهيصلح كل حاجة ما بين ايديكي إن شاء الله. فأنا قعدت أنزل المضرب لحد ما لانت معايا وفكت بقت عاملة كده. في الوقت ده بدأت أنزل بكوبايتين إلا ربع سكر بودرة، لازم السكر يبقى بودرة ناعم مش بودرة مخرز، عشان ده بيتي فور لازم يبقى ناعم، ما ينفعش يبقى ناشف ومخرز. تمام، لأن دي بترتب عليها بعد كده نجاح المنتج من إن هو يبقى مش مظبوط قوي. فهنبتدي ننزل بقى، نبتدي فترة الدوشة، أنا بسميها فقرة الدوشة البهدلة، لأن هي بتفضل تبهدل لي المطبخ وتنطور السكر والزبدة، فأنا بقعد أحاول كده وأقول يا رب وكده لحد ما الدنيا يعني بتتصلح وبتتلم على بعضها. تمام، بس أنا طبعا لازم أوريكي كل حاجة، لأن برضه انت شغالة يحصل ده معاكي فما تتضايقيش وتحسي إن الدنيا وقفت، لأ كملي وسمي وكده. طبعًا فضلت أضرب فيها، كان صعب عشان الجو برد، فالزبدة كانت ماسكة لحد ما عملت كده بالشكل ده. في الوقت ده أنزل ببيضة أضربها تختفي، أنزل باللي وراها، أنزل ببيضة أضربها تختفي باللي وراها، لحد ما أخلّص كل كمية البيض. تمام، بُصّوا الزبدة كانت ماسكة جدًا، وعشان الجو برد مش عايزة تلين مهما أضرب فيها مش عايزة تلين، فكنت باحاول إن أنا أكمّل وكده. أهو البيضة اختفت، أبتدي إن أنا أنزل باللي وراه. طبعًا لمّا بيكون الجو حرارته مثلًا حارة شوية أو سخن شوية، ده بيساعد إن هي تضرب وتخفق معايا وتعمل فوليوم وتعلى، بس ده كان صعب يحصل دلوقتي عشان الجو كان برد جدًا، بس الحمد لله برضه إيه، يعني مشيت ونجحت معايا برضه الحمد لله ربنا ما خذلنيش. هنا خلاص باحط آخر بيضة، حطيت آخر بيضة معايا، وباحط كيسين الفانيليا الموجودين وهاضربهم كويس معايا. وهنا خلاص حطيتهم وبابتدي إن أنا أضربهم معايا كويس أوي. طبعًا لو أنتِ شغالة المضرب بتاعِك لمّا يتعب شوية كده خلاص وقّفيه ريّح شوية كده دقيقة والّا حاجة، وارجعي اشتغلي تاني. تمام، يعني ما تقعديش تتّكي على المضرب على طول، على طول عشان مثلًا ما يحصلوش أي يبوظ يعني بمعنى أصح. فأنتِ بتريّحيه شوية وارجعي تاني. هنا بعد ما ضربت بقى وخلّصت الضرب خالص، رُحت بقى المفروض إن أنا بافضّي كيس الدقيق بتاعي اللي هو الكيلو كامل. تمام، باروح مفضياه كله على على الخليط بتاعي، وفي المرحلة دي بابتدي إن أنا أدخّل إيدي وابتدي إن أنا أعجن العجينة على بعضها. تمام، إن أنا يعني أعجنهم وأدخّلهم في بعض، ما أعجنش فيهم كتير، أجيب من تحت لفوق، من تحت لفوق لحد ما يخش في بعضه، عشان خاطر البيتي فور ما بيتعجنش كتير. أول ما الدقيق يختفي خلاص تمام، خدت كده العجينة وصلت معايا للقوام ده. طبعًا أنا هاعمل بيتي فور النهارده كلّه أبيض، لو أنتِ عايزة تعملي ميكس ما بين الأبيض والأسود هتاخدي نُص العجينة وتحطي عليها معلقة كاكاو خام مع يعني سيكة كده صغيرة من الزبدة عشان تعادل المعلقة الكاكاو اللي أنتِ حطيتيها. أمّا النهارده أنا مش هاعمله ميكس، هاعمله أبيض بس. بعد ما العجينة تخلص توصل معايا في القوام ده إن هي تبقى عاملة بالمستوى ده، هادخّلها التلاجة نُص ساعة قبل ما أشتغل فيها وده ضروري. تمام، هنا عندي الشكل ده الشكل اللي أنا هاستخدمه. تمام، فحطيته كده في المكنة وبدأت إن أنا أقفل كده باحطه وبابتدي إن أنا أقفل المكنة عليه. وجهزت الصاج الأولاني، وعندي طبق كده باعمل فيه تجربة في الأول، لازم عشان العجينة لمّا بتدخل المكنة لازم أهو ضبطت العمود بتاع السنون علشان هابتدي إن أنا أشتغل، فلازم أجرّب في الطبق الأول قبل الصاج عشان خاطر ما يحصلش إن هو يطلع بايظ أو حاجة جوّه الصاج، فيبقى الخلل هنا لحد ما الفورمة تاخد شكلها. يعني أول ما باحط العجينة أول واحدة أو تاني واحدة أو تالت واحدة دي بتطلع مش مضبوطة، فأنا بافضل أبصّم برّه لحد ما تطلع مضبوطة معايا. بُصّوا عمّالة تتزحلق منّي ماشي، بس يعني الحمد لله. فلازم تقعدي تعملي كده بريفيو واحدة اتنين تلاتة لحد ما تديكي الشكل تمام مظبوط وظبط معاكي والدنيا حلوة، تبتدي ان انتي تخشي على الصاج وتشتغلي فيه على طول، بس ما تشتغليش في الصاج على طول عشان لو حصل خلل يبقى بره. بصي يعني هنا ايه نزلت اهي بايظة اهي تمام مفيش مشكلة، افضل اعمل مرة اتنين تلاتة لحد ما ابص الاقيه ظبط، اروح داخلة بقى ايه شغالة في الصاج على طول. تمام، اه، هي بس المكنة محتاجة ان انا امسكها من تحت ومن فوق كده اظبطها، بس انا مش عارفة عشان انا ماسكة الكاميرا وبصور. تمام، اهو بدأ الشكل اهو يظبط معايا. اول ما الشكل يبتدي الفورمة تطلع مظبوطة وتظبط معايا والعجينة جوه تاخد حيزها خلاص ابتدي اخش على الصاج على طول. هنا خلاص الفورمة ظبطت والعجينة جوه خدت حيزها،
ابتدي اخش على الصاج، احط المكنه بتاعتي وابتدي ان انا اشتغل بقى ان انا ايه ابصم واحده، اشتغل بقى املى الصاج كله اهو. الحمد لله طلعت ايه مظبوطه. وده اهو اشتغلت اهو السطر الاولاني كله، العجينه خلاص كانت مشيت معايا مظبوطه. اجي من اخر من الجنب كده احط المكنه من جنب اخر واحده واروح شغاله علشان اوفر في الحيز والمساحه. اهو تمام اهو. بصوا اخر اول المكنه على اخر البيتيفورة، اول المكنه على اخر البيتيفورة. بس خلوا بالكم وانتوا بتشتغلوا علشان خاطر ما تبوظوش الشكل او النقشه يعني. يعني انتي تظبطي المكنه تبقى ما بين البوتيفورة دي والبوتيفورة دي وتشتغل. بمسك العجينه انعمها كده الينها وببقى ايه على قد الشكل بتاع المكنة اللي عندي، يعني كل واحدة بتوزن على شكل المكنة بتاعتها، واروح مدخلاها بالشكل ده. لو انا هعمل بالشوكولاتة هعمل نص اسود ونص ابيض وامسكهم مع بعض على نفس الحيز واروح مدخلاهم. وبعد كده ابتدي ان انا ادخل المكنة وابتدي ان انا اربطها بقى وابصم بره كام واحدة قبل ما اخش الصاج، علشان الصاج ما يطلعش فيه اي خلل او اي واحدة بايظة، ويطلع كل اللي في الصاج تمام. هنا الصاج الاولاني كله تمام مشي على نفس الشكل اهو. ادي الصاج الاولاني خلص. طبعا انا بخلص واخبز على طول، ده ما بيركدش ما بيخمرش ما بيرفعش. هنا انا شلت الشكل القديم وبدأت ان انا اشتغل بالشكل التاني دوت. فابتدي ابصم بره كده لحد ما اطلع شكل مظبوط، واول ما يظبط معايا بروح داخله على الصاج على طول. طبعا بسويه على درجة حرارة 180، ايه مش 180، اقل من 180 شوية، 170 175. وبدخله في الشبكة اللي في النص. طبعا البيتي فور ما بياخدش وقت، بياخد ربع ساعة تلت ساعة، ما بيحمرش، هو يدوب يمسك وحوافه تبتدي تحمر خلاص. اهو الشكل معايا هو بدأ يظبط. ابتدي بقى اخش جوه على الصاج وابتدي اشتغل فيه واغير بقى اشكال زي ما انا عايزه. وطبعا العجينة مظبوطة هتطلع معايا اشكال مظبوطة تمام. ونخلي بالنا واحنا شغالين لو عندنا المكنه دي، لان المكنه دي حساسه واقل غلطه فيها ممكن تكسرها. تمام ادي الشكل اهو اتظبط معايا. ده اول صاج اللي هو دخل استوى اللي انا عملته. بصوا ده لونه، هو لما بيطلع بيبقى ابيض، بعد كده لما بيهدى بيغمق شويه، فما تسيبوش يغمق. هنا دي اهو اول ما طلع اهو. طبعا اول ما بيطلع بيكون لازق ما بتعرفيش تفكيه، فانا سيبته يهدى شويه عشان اعرف افكه اهو. ده شكله اهو، ده شكل البيتيفور. المفروض ان هو ما يحمرش من تحت، انه يحمر من تحت دي غلط، انه يحمر من فوق دي غلط، لان ده بيتيفور مش بسكويت مش تحت. فهو لو احمر هينشف وهيبقى مخروش، هيبقى جامد مش هيبقى بيتيفور اصلا، هيبقى كأنه بسكويت. فغلط ان هو يحمر. هو اول ما يمسك كده يطلع على طول يهدى، وبعدين تبتدي ان انت تشيليه. تمام. وده الصاج التاني اللي انا كنت شغاله فيه اهو. دي الفورم اللي انا اشتغلتها اللي انا كنت بوريها لك، وعملت برضو فورمه القلب. تمام. المفروض ان انا بطلع ده وبدخل الصاج اللي بعده، بس انا صورته علشان اوريك. هو ده طلع اهو الاولاني اللي انا كنت شغاله فيه، الفورمه هي طالعه زي ما هي مظبوطه. وده الصاج التاني اهو، ده التالت. تمام. اشتغلته برضو غيرت الفورم، وبوريكوا برضو شكل الفورمه ان انا غيرتها يعني وعملت الاشكال دي. وهو ده البيتي فور معايا اهو شكله. طبعا لما نطلعه بيبقى فاتح شويه، لما بيهدى لونه بيغمق لوحده او بيهدى شويه بقى فلونه بياخد طبيعته. تمام. اهو ده الصاج الرابع معايا اهو برضو. اهو ده الصاج اللي انا كنت موريهولكوا التالت اللي هو دخل بقى واستوى وطلع اهو. ده لونه وده شكل الفرن اهي بعد ما استوت. بسيبه بقى يهدى ويبرد، وبعد كده بلمه بقى على بعضه بعد ما يكون هادي وبارد خالص. وهنا انا خلصت خلاص كمية البوتيفور كلها وجمعتها في الصاج ده بعد ما بردت، عشان اوريكم شكلها ان هي خلاص خلصت واستوت وبقت بالمستوى ده. وبصوا بعد ما هدي لونه غمق او خد اللون بتاعه بقى او الطبيعة بتاعته، ووصل ان هو بقى بالمستوى ده. دي الكمية اللي طلعت معايا من 1 كيلو دقيق. تمام. فانتوا طبعا لو انتوا عايزين تعملوا نص كيلو خلاص نصفوا الكميات، لو انتوا عايزين تعملوا 2 كيلو هتزودوا الكميات يعني ايه بالتساوي او بالتعادل. تمام. ده منظر اهو الرسمة او النقشة اهو بوريكم شكلها اهو.
وطبعًا هو ناعم ودايب وطعمه حلو جدًا وريحته حلوة جدًا ومعايير مضبوطة، وأنا ما باغيّرش أصلًا المعايير دي كل سنة، يعني كل أمّا آجي أعمل بيتي فور ما باغيّروش ليه؟ لإن ما شُفتش طعم أحلى منه أو أحسن منه أو شكل أفضل منه. طبعًا لو أنتم عايزين تشكّلوه بقى وتدهنوه مربى وكده تحت أمركم ما فيش مشكلة، أنا مش هاعمل كده. النهارده أكون خلّصت وصفتي وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.